مش قلتلكم هبهركم؟ يعني هبهركم. صباح السعادة. ما تيجوا نعمل مشروع من الزيت الوسخ، الزيت المستعمل اللي انت بترميه في البلوعات وبيسدلك البلوعة. تعالي بقى اقولك على فكرة حلوة قوي. لا وايه، مشروع هايل هيزود كمان دخل. فين بقى الصابونه اللي انت شايفاها ده؟ انا بشتريها بره ب5 جنيه. النهارده بقى هعمل اكبر واسمك منها كمان، 25 صابونه ب10 جنيه. اه والله زي ما بقولك كده. لا وايه، هوريكي بقى كمان الرغوه بتاعت الصابون. واكيد اكيد اكيد حضرتك سمعت ان الصابون ده حلو قوي للدهون بتاعت البوتاجاز، لغسيل المواعين. حلو قوي وهايل في الحلل الستانلستين. بيشيل اي بقعه مستعصيه في الهدوم، مع انه كمان معمول بالزيت المستعمل. هقولك بقى على طريقه سهله وسريعه لعمايل الصابون. في اقل من ساعه هيكون معاكي الصابون القمر اللي انت شايفاه. ومقاديرنا كمان هعملها لك بالكوبايه مش بالجرام. اول حاجه بقى يا حبايب قلبي، زي ما انتم شايفين عملت معاكم قبل كده معجون قشور الاستفندي وقشور البرتقال وكمان قشور الليمون. استخدم منهم كوبايه من القشور دي، معجون قشور وزيت مستعمل، نص كوبايه بس من الميه العاديه، الصودا اللي انت شايفاه ده، ومعلقه ملح طعام. دي بس كل المقادير بتاعتي، يعني معظم المقادير موجوده عندي في البيت. هتجيبي بس ب10 جنيه صودا من عند العطار بس خلاص. في البدايه عايزاكي كده تقفي يعني تعملي المشروع ده في مكان مفتوح، يعني في بلكونه بعيد عن الاطفال. تاخدي بالك لو انت عندك حساسيه صدر تكوني لابسه كمامه على مناخيرك لانه بيطلع غازات سم. اجيب بقى هنا هعاير بالمج العادي، اي كوبايه موجوده عندك، شفشه اللي انت تحبيه على حسب المقدار اللي هتحطيه. كوبايه كده او مج حطيت فيه قشور صودا كاوي، بعد كده نص كوبايه من الميه العاديه خالص من الحنفيه، عليهم معلقه طعام ملح من اللي احنا بناكله عادي. وابداي ان انت قلبي بالشكل اللي انت شايفاه. عايزه الطبق اللي انت هتشتغلي فيه يكون بلاستيك. لو حسسنا كده هتيجي تبص تلاقي الصودا دي بتطلع سخونه عاليه قوي. فنصيحه التقليب في وعاء بلاستيك، المعلقه تكون بلاستيك او خشب، مفيش اطفال يكونوا حوالينك خالص بعيد عنك، جسمك حساس، البسي جلافز في ايديكي، جوانتي. ابدا بقى اجيب بنفس الكوبايه اللي انا عايرت بيها 4 كوبايات من الزيت المستعمل. طبعا عارفين ان الزيت المستعمل ده بيكون يعني بواقي قلية السمك، بواقي اي حاجة بتحمري بطاطس، الزيت اللي انت مش هتستخدميه. وعارفين كويس قوي ان هو بيكتم البلوعات او بيسد البلوعات، فبدل ما انا ارميه، لا انا هعيد تدويره في حاجة حلوة قوي وهتنفعني في البيت. مش احنا قلنا بدأنا مع بعض مشوار التوفير؟ يلا نكمل الفيديو. يبقى انا هنا حطيت كوبايه من قشور الصودا، عليها معلقه طعام ملح، نص كوبايه من الميه، و4 كوبايات من الزيت المستعمل. اقلب فيهم واجيب كوبايه من معجون قشور البرتقال او قشور الليمون. ده قشر بيبقى موجود عندي مكان ما بتعصري الليمونه، بتقشري برتقانه، ارمي كله في الفريزر وغلي شويه ميه واعمليهم معجون، اضربوهم في الخلاط واستخدميه. وطبعا زي ما انتم شايفين انا هنا نزلت بقشور البرتقال مجمده، فزي ما قلت لك الصودا بتبقى درجه غليان، يعني لو حسستي كده على الطبق هتحسي بدرجه غليان عاليه قوي. ف قشور الليمون دي هتدوب معانا على طول. من حق نسيت اقول لك ان احنا هنعمل له كمان رسم. طب الرسمه بقى هنعملها ازاي؟ اي كيس مستعمل عند حضرتك كده، شاريه مكان هدوم، يعني اي حاجه بيبقى يجي اكياس كده مرسومه ملونه، ببدا ان انا افرشها في كرتونه او في صينيه. بس اهم حاجه زي ما قلت لك الصودا الكاويه بتتفاعل مع الالومنيوم. يفضل بقى ان انا اجيب اي كرتونه كده موجوده عندي، هتشتريها هتبقى موجوده عندك، عايزاكي تحطها كده على الرف، ودي هتبقى مخصصه لعمايل الصابون. ابطنها بالشكل اللي حضرتك شايفاه، اي اكياس موجوده عندك والرسمه اللي تحبيها. اهم حاجه الحروف تكون متبطنه تماما عشان الصابون ما يلزقش في الكرتون. وهنا بقى هستعين بالمشابك عشان خاطر الاكياس تثبت معايا على حواف الكرتون. جهزت بقى الطابع بتاع الصابون، وهبدأ بقى كل شوية عايزاكي بقى كده وانت داخلة المطبخ تقلبي كده تقلبتين 3. الصابون ده بيتقل على طول، يعني تقريبا كده ما بياخدش معانا ساعة ان شاء الله، ويكون السمك بتاعه تقيل.
طبعا عارفين ان ناس كتير قوي ضافت له دقيق وناس ضافت له بريل ومسحوق غسيل. انا النهارده هعمله معاكي بدون اي اضافات، بجد بجد والله لا ضفت دقيق ولا ضفت اي مسحوق غسيل ولا بريل ولا اي حاجه. ايدك بقى كده كل 10 دقايق وقلبي، هتيجي تبصي تلاقي الخليط بيتقل معاكي بالشكل اللي حضرتك شايفاه. مش هتتعبي كتير، يعني تقريبا كده نص ساعه ساعه الا ربع، وهتلاقي ان شاء الله السمك بتاع الصابون تقل معاكي. وانا هنا بقى يا حبايب قلبي عايزه سمك الصابون يبقى اكنك كده بتعملي كيكه، يعني السمك بيتقل اكن تقل كيكه. ابدا بقى اصب الخليط اللي انا قلتلك عليه ده خليط الصابون في القالب المبطن بالشكل اللي حضرتك شايفاه. اوعوا تحطيه في الشمس، في البلكونه مكان هادي كده، وفي نفس الوقت يكون مكان ظل، ما يكونش في مكان حر. وزي ما قلتلك اهم حاجه نبعده عن الاولاد، يعني ممكن تحطيه كده على رف المطبخ، خشب المطبخ من فوق. اهم حاجه ان انت تبعديه عن الاطفال تماما، لانه هنا ممكن يفتكروا ان ده كيك مثلا او حاجه حلوه حضرتك بتعمليها. اظبط بقى القالب بتاعي بحيث ان الصابون كله يبقى متناسق، وده شكل خليط الصابون، يعني بيتقل خالص زي الكيك بالشكل اللي حضرتك شايفاه. ومجرد ما احس بقى ان الصابون شد معايا بالشكل اللي انت شايفاه، هبدا ان انا اقطعه لمكعبات. اوعي تغلطي الغلطه اللي الناس كتير قوي بتغلطها، انك تقطعيه بعد ما ينشف، هيتفرفت معاكي وهيبوظ. المفروض ان انا اقطعه يكون القوام بتاعه اتقل من كده كمان بشويه، بس انا كنت ليه مشوار ضروري فقطعته بدري حب. بعد كده ببدأ ان انا اعيد على الصابون، وده والله بعد يعني لو قلتلك اقل من ساعة كان الصابون اتصلب معانا وبقى بالشكل اللي حضرتك شايفاه. بدأت ان انا اقطعه زي ما قلتلك. اوعي تغلطي غلطة ان انت تقطعي الصابون وهو جامد كده، لان ما بيطلعش متناسق خالص. انا عملت معاكم الصابون قبل كده بس صراحة كان هايل. هتقطعي بقى الصابون بالحجم اللي يناسبك، كبير او صغير على حسب حريتك الشخصية، وتحتفظي بيهم في الكرتونة اللي انت شايفاها دي لحد ما تيجي تعملي طلبية تانية. كده يبقى انت بقى وفرت في بيتك، وفرت الصابون ده على فكرة بيتغسل بالسجاد، بيبقى هايل، بيشيل اي بقع واي دهون. وعندك ملابس اطفال او ملايات فيها بقع، صدقيني والله بيشيل اصعب الدهون في الملابس. جميل جدا للحلل الالومنيوم، وجميل جدا للحلل الستانلس ستيل، بجد بجد هايل. ولو جينا نبص هنلاقي التكلفة بتاعتنا النهاردة بسيطة جدا، يعني ب10 جنيه عملنا ما شاء الله اللهم بارك نص كمية صابون، نص كرتونة صابون مواعين. والصابونة دي عارفين ان احنا طبعا ما نقدرش نستغنى عنها خالص في بيوتنا. صابون بلدي هايل بدون دقيق وبدون اي منظفات، يعني بمكونين 2 هتملي بيتك خير ان شاء الله. لو عجبكم بقى وصفات التوفير ولسه متابعاني لحد دلوقتي وشايفه ان الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي الفيديو بلايك، كومنت حلو كده منك تقولي لي بتتابعيني منين. مش قلت لكم هبهركم؟ يعني هبهركم. هسيب لك بقى رابط ازاي تعملي معجون قشور الليمون او قشور البرتقال باقل واسهل طريقه. نكون عملنا مع بعض صابون بريحه البرتقال او بريحه الليمون، بصراحه هايل. وده بقى الاختبار بتاعنا، ازاي بقى تشوفوا الرغوه بتاعته، بصراحه هايله. في نهايه الفيديو لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تحبوا بعض،